هتصدقوني بقى لو قلت لكم القمر والحاجات الحلوه دي كلها معموله ببيضه واحده بس؟ اه والله العظيم ببيضه واحده بس. حاجه كده مش قادره اقول لكم، حلوه جدا جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. لو اول مره بقى بتتفرجوا عليا يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. هنجيب الخلاط بتاعنا وهنبدا بقى نعمل كده الوصفه السهله البسيطه قوي دي. تمام. هنزل في الخلاط كوبايه الا ربع سكر، وكوبايه الا ربع لبن، وثلاث معالق كاكاو كبار. تمام. ويفضل يكون كاكاو خام ونوعه نضيف جدا جدا، اهم حاجه يكون نوعه نضيف قوي عشان يديكي نتيجه كويسه جدا جدا. تمام. هنزل بقى في الخلاط واضرب الحاجات دي كويس قوي قوي. هجيب معايا نص كوبايه زيت وهنزل بقى بيها واحده واحده، طبعا مش هنزل مره واحده عشان القوام معايا يتقل ويبقى حلو كده. وهيعجبكم قوي، جربوها وان شاء الله يعجبكم جدا جدا. شايفه القوام بقى، شايفه الجمال، حلو قوي قوي. قوام حلو وتقيل وحلو جدا جدا وكان طعمه حلو قوي. هناخد بقى نص الخليط اللي انا عملته ده. النص ده كده هاخده في طبق، وهسيب النص التاني في الخلاط، وهبدأ اكمل الوصفة بتاعتي. على فكرة هو كتير بس باين في الخلاط ايه، عشان الدورق كبير باين ان هم حبة صغيرين. فانا بقى هسيب النص التاني كده في الدورة، وهبدأ بقى انزل بايه، بكوباية الا ربع زيت، وكوباية لبن، وكوباية سكر. وهبدأ بقى اضرب الحاجات دي في الخلاط كويس قوي قوي لحد بقى اما ايه، كل حاجة تختلط كويس، السكر يدوب معايا كويس جدا جدا. هنزل بقى على المكونات دي كمان ببيضة واحدة بس، واتنين باكت فانيليا عشان انا بحب طعم الفانيليا فيها. وهنزل بيضة واحدة بس، كل الحاجات الحلوة اللي انا عملتها لكم دي بيضاية واحدة بس. تمام. وممكن نستغنى عنها كمان، يعني انا ممكن استغنى عنها. على فكرة انا في وصفة عملتها قبل كده بنفس الطريقة، كيكة برضو كانت من غير بيض، بس انا حبيت احطها عشان تبقى غنية شوية، حطيت بيضة واحدة بس. هنزل بقى بالخليط بتاعي كده في بولة كبيرة. انا البولة بتاعتي كانت صغيرة شوية، فيفضل يعني تحط الخليط ده في حاجه اكبر من كده شويه عشان يسهل عليك الايه، وانت بتخلطيه يسهل عليك الموضوع شويه. ومعلقه بقى بيكنج باودر كبيره، معلقه كبيره. وابدا بقى اقلب المكونات وذره ملح خفيفه قوي قوي. وابدا بقى اقلب كويس قوي. هاخد بقى 3/4 الخليط ده وانزل بيه في الصينيه، طبعا هكون مسخنه الفرن بتاعي. هنزل بقى بالخليط ده كده زي ما هو كده. هدخله بقى الفرن على درجه حراره طبعا متوسطه، وهطلعه بقى من الفرن كده. وبعد كده هقول لكم هعمل فيه ايه. هاخد بقى ربع الخليط اللي باقي ده، انا نزلت في الصينيه بال3/4، باقي ربع معاه. هعمل بيه بقى وصفه تانية حلوه قوي قوي. الوصفه دي فعلا عجبتهم اكتر من الصينيه بكتير بكتير. جربوها وان شاء الله برضه تعجبكم قوي. هجيب بقى كده اي طاسه تكون، اهم حاجه ما تكونش لا بتلزق الحاجه، تكون غير لاصقه. وبعد كده بقى هنزل بقى كده بدواير زي ما انت شايفه كده. هنزل بقى بالخليط بتاعي كده بالطريقه دي كده، سهله قوي الطريقه جدا جدا. بس انا عملتها في الجريل عادي جدا، الخطوط دي كانت فيها شكلها حلو، انا حبيت يعني ان انا اعملها فيها عشان تعمل خطوط كده ويبقى شكلها حلو فيها. ممكن تحطيها بقى لو عندك اي طاسه مش بتلزق تعمليها فيها برضه. ممكن تعمليها كده في صينيه تدهنيها وتدخلها الفرن برضه كده بقى. هبدا بقى اقلبها بقى كده كلها وهتطلع معايا بقى بالشكل القمر ده. وبعد كده بقى هقول لكم هعمل فيها ايه. هطلع بقى الصينيه من الفرن بتاعتي، وهبدا بقى كده بالشوكه واخرمها كده خروم. وابدا بقى انزل بقيه صوص الشوكولاته اللي انا كنت عاملاه في الخلاط، واوزعه عليها كلها كده زي ما انت شايفه، كلها تتوزع كويس جدا. هو الصوص كان تقل معايا شويه عشان انا كنت حاطاه في التلاجة. هبدا بقى اقطعها، اي قطعه بقى انت تحبي شكلها قطعيها باي طريقه تحبيها. وهجيب بقى صوص شوكولاته، شوكولاته بيضه خام، او اي شوكولاته انت حابه تحطيها. اي حاجه بقى عايزه تزيني بيها براحتك، انا حطيت شوكولاته كده عليها. هوزعها بقى باي طريقه عشوائيه كده، هتطلع بالشكل الجميل القمر ده. وبعد كده بقى ايه، هبدا بقى اعمل برضو بقيه صوص الشوكولاته بتاعي. هبدا بقى احشي بيه الكيكه بقى اللي انا عملتها دي برضو كده كده. هحشيها بقى بطريقه حلوه وهتبقى جميله جدا جدا. بجد دي عجبتهم قوي قوي، يعني حبوا دي اكتر بكتير بكتير من اللي في الصينيه. هبدا بقى اعملها كده وازينها برضو بالشوكولاته كمان. بس
وحطيها بقى في التلاجة وكليها وهي ساقعة. مش قادرة اقولك على طعمتها وحلاوتها كده، جميلة جدا جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم قوي قوي. لا اول مرة بقى بتتفرجوا عليا، يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. شايفة كانت جميلة وطرية قوي قوي. شايفة الحلاوة. السلام عليكم.